السلام على الأمة التونسية وعليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نعرف أن الأمة التونسية حاليا هي في حالة حرب، في حالة حرب حقيقية كاملة الشروط ضد الاستيطان والنفوذ البراني في تونس. ولكن الأغلبية الساحقة بتاع المتابعين، الأغلبية الساحقة بتاع الوطنيين ينتظروا في التحولات السياسية، ينتظروا في تغييرات سياسية معينة، ينتظرون بفارغ الصبر، يتحركون أصلا لتغييرات سياسية معينة ولا ينتبهون، وهذه المشكلة، إلى أن هذه التحولات السياسية مشروطة. التحولات السياسية تشترط تحولات في الوعي التونسي. التغييرات السياسية اللي تصير من غير تحولات في الوعي، من غير ثورات في الوعي، من غير تغيير جذري في الوعي، هي تحولات مؤقتة عشوائية واعتباطية وسريعة الزوال، هي تحولات صدفة. كي يكون هناك تحول سياسي حقيقي، كي تكون هناك حرب سياسية حقيقية وتحرر سياسي مطلق من الاستيطان والنفوذ الأجنبي، يجب أن يسبقها وأن يتحقق قبلها تحرر عقلي تام من الاستيطان والنفوذ الأجنبي في تونس. يجب أن نكون واضحين. إذا كان الشعب التونسي عقله ما زال محتلا، ما زال مستوطنا بالأفكار الأجنبية، ما زال مرجعياته أجنبية، ما زالوا الأجانب يتحكموا فيه، فلن يكون هناك تحول سياسي حقيقي مهما كانت طبيعة أو أسامي الأشخاص اللي بيشدوا رأس الدولة من هنا حتى المليار عام لقدام. لازمنا نخمموا إنه المعركة هذه معركة فيها مراحل، ماهيش معركة تتفصل في مرة أولى، ماهيش معركة اليرموك مثلا ولا معركة بنزرت مثلا. هذه معركة بتاع سلسلة، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة. في الخطوة الأولى، في المواجهة الأولى، توجد العقلية التونسية تجاه الأفكار والقيم الأجنبية، العقلية التونسية تجاه التبعية الفكرية للخارج. إذا ما زالت الأمة التونسية تعاني من التبعية الفكرية الخارج، إذا ما زالت عقولنا ما زالت مجالات أو ساحات للفعل الأجنبي كما نحن نرى الآن، فإن التحرر السياسي إذا حدث سيكون مؤقتا وسيزول في فترة أخرى، يكفي بتغيير الشخصيات. ولهنا المسألة واضحة قدامنا، عندنا عوامل سياسية في تونس، عندنا قوة سياسية اجتماعية تابعة مباشرة للخارج. قدامنا نشوف فيهم في حياتنا اليومية، في حومنا، ويمكن في عائلاتنا نشوفوا في قوى سياسية تابعة للخارج ولا أهل الخارج. كي نقاوم هذه القوى السياسية يجب أن نغير العقلية. خدمة الحزب القومي التونسي الأساسية من اللي تأسس التو هي تغيير العقليات. نحن نهدف إلى تغيير العقليات، سواء نحن في طرق توصلنا الإعلامي، سواء نحن في طرق توصلنا المباشر، فإنه نحن ما نهدفوش إلى أنه نحدث التغير السياسي المباشر، نحن نهدف أصلا إلى إحداث التغير في الوعي. برشا يلوموا علينا ويقولوا لنا الشعوب تقاد ولا توعى، ونحن لهنا نقولوا ليه؟ الشعب الغير الواعي لا يقاد، الشعب غير الواعي ينجم يهيج وينجم يهرب لكنه لا يقاد. القيادة تتطلب الانضباط، شعب قابل للقيادة هو شعب قابل للانضباط، ومن ينجمش يكون منضبط بدون وعي. حتى في عملية القيادة إنه هناك حد أدنى من الوعي. الشعوب التي ليست واعية، الشعوب غير الواعية، هي شعوب تنفعل، أي أنها تهيج وتمشي تدهم وتدمر حاجة، أو أنها تهرب، ما تنجمش تبني وما تنجمش تحارب بحق وحقيقي، لأنه الحرب تتطلب وعي، لأنه الحرب تتطلب صمود، تتطلب تحمل، تتطلب طاعة، تتطلب انضباط، تتطلب فهم بالضبط للمهمة اللي انت باش تاخوها. الجندي في الحرب يعرف شنو باش يعمل، لذلك هو تدرب. إذا حبينا أن الشعب التونسي يكون قادر على خوض هذه الحرب السياسية، فيجب أن يقع تدريبه، والتدريبات يجب أن تكون عقلية. يجب أن يخوض كل التونسيين الحرب داخل عقله على الأفكار الأجنبية. هناك كم رهيب من الأفكار الأجنبية، ثم طرانت، ثم قدس، مش قدس كبير، هرم كامل من الأفكار الأجنبية موجود في داخل العقل التونسي. ثم سيطرة فكرية أجنبية من القرن 19، يكون قبل القرن 19، ثم اختراق فكري أجنبي للشخصية التونسية. وهذا ما يجب أن نعيه، وهذا ما يجب أن نحاربه.
كيفاش نحن باش نحاربوا؟ هو السؤال. نحاول نحن في القومية التونسية أنه نحن نعيد بناء العقلية والفكر السياسي التونسي بالاعتماد على التاريخ والتراث التونسي. وعلى ذاك نحن نحكوا على التاريخ التونسي برشا، وعلى ذاك نحن نحاول دائما وأبدا نبنوا ملخصاتنا أو نبنوا استنتاجاتنا وقراءتنا على أساس تاريخنا. في التاريخ التونسي توجد الروح التونسية، تتحرك روح الأمم في تاريخها. إذا تحب تفهم روح أمة معينة فيجب عليك أن تنكب على تاريخها وأن تستوعبه لأقصى درجة ممكنة، لأنه الأمم هي أرواح قبل أن تكون أجسادا. قبل ما تظهر الدولة، قبل ما تظهر الثقافة، قبل ما يظهر الدين، هناك روح الأمة التي تسعى في الأرض. لكل أمة روحها. الأمم اللي ما عندهاش روح لا توجد، أو تنجم تكون بقايا أمم. الدول اللي ليس فيها روح لأمة تولي تصدد بعد فترة وتنهار عاجلا أو آجلا مهما كانت قوتها. الأمة هي الروح قبل ما يكون الجسد اللي يتمظهر فينا نحن الكل. تلك الروح تتصرف، تتمظهر، تتحرك، تفكر، تفعل في التاريخ. الأمة التونسية ما تولدتش اليوم، الأمة التونسية عندها تاريخ يكون آلاف ويكون عشرات الآلاف من السنين. في هذا التاريخ تظهر الأمة التونسية بمختلف المراحل، في الطلوع ولا في الهبوط، في الباهي ولا في الخايب. إذا ندرسوا نحن التاريخ بتاع الأمة التونسية مليح ونستوعبوه سنجد طبيعة الأمة، سنجد حقيقة إرادة الأمة، سنجد فكر الأمة الحقيقي، سنجد اللحظات اللي الأمة فيها انتصرت ونعرف الأمة كيفاش تنتصر، سنجد اللحظات اللي الأمة فيها انهزمت ونعرفها كيفاش تنهزم. سندرك مكامن القوة في الشخصية التونسية ومكامن الضعف فيها، وسندرك ما الذي تستطيع القيام به تونس وما الذي لا تستطيع القيام به، وسندرك أكثر ما الذي تريده تونس وما الذي تحتاجه تونس. كي نجاوبوا نحن تاريخنا نلقوا انه ثم كميه كبيره من الاحداث اللي نشوفوا فيها تويك عندها احداث شبيهه في قرون سابقه. صارت اختراقات في السابق، صار احتلال في السابق، صار استيطان او شبه استيطان في السابق، صارت سيطره عقليه في السابق، صاروا برشا حاجات في السابق، وصارت محاولات مقاومه او صارت مقاومه او صارت حروب وطنيه للتحرر، وصار منا وصار منا. كي نشوفوا نحن الحاجات هذوك، كي نشوفوا الاحداث هذوك، كي نشوفوا الشخصيات، كي نشوفوا العوامل، كي نشوفوا المنظومات، كي نشوفوا القيم، نفهموا بالضبط شنو لازمنا نعمله، او على الاقل نعرفوا الطريق اللي هزنا لوين ما لازمنا نعمل. والاهم من هذا الكل انه فكرنا يتقاوم، فكرنا يولي يرجع لتونس اولا. في 200 عام التالي فكرنا ما يرجعش لتونس، الفكر السياسي التونسي بصفه عامه والفكر الاجتماعي والفكر المجتمعي والاقتصادي والثقافي والديني واللي هو ما يرجعش لتونس جمله، ما يرجعش، يمشي دائما يلوج على نموذج من الخارج. غادي وين نحن خسرنا المعركه العقليه في القرن 19، خسرنا المعركة العقلية تجاه الغرب وتجاه الشرق من بعد، لأنه نحن لوجنا على نموذج من الخارج نستوردوه، نسقطوه على تونس، نقولبوا تونس في وسطه ونخلوه هو دليلنا للنجاح. وفي تلك اللحظة نحن انهزمنا، لأنه ولينا نتبع فكريا الخارج، وكي تبعنا الخارج فكريا تبعناه سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا. آليا إذا تبعت واحد فكريا، إذا فكرك ولا يقلد في واحد، فآليا ستحاول أن تقلده في كل شيء في حياتك، سواء بوعي أو بدون وعي. نحن لهنا المركزية والمرجعية التونسية فقدناها عندنا 200 عام. ديما ولينا نشوفوا في أي حدث، في أي ظاهرة، في أي مشكلة، شنو صار في بلاصة أخرى في العالم، نقطة مرجعية كل جماعة وكيفاش، ونتبعوا شنو عملوهم. وبتلك الطريقة نحن فقدنا استقلالنا الفكري. يجب أن نعيد استقلالنا الفكري، بأنه إذا شفنا مشكلة تويكة في تونس نحاولوا نبحثوا في تاريخ تونس وفي تراث تونس على مشكلة تشبهها، نحاولوا نقيسوا على أرواحنا، نحاولوا نقيسوا على حياتنا، ونحاولوا نستنبطوا الحلول وقتها ونفهموا جذور المشكلة في واقعنا. يجب أن تكون تونس هي مركزيتنا الفكرية. ومعركة الحزب القومي التونسي ومعركة القومية التونسية كحركة فكرية وحركة روحية قبل كل شيء هي إعادة مركزة تونس في أذهان التوانسة. نحن نريد أن نمركز تونس، نحن نريد أن نعيد تونس كالمرجع الأولي ووحيد
كمرجع حصري للفكر التونسي. يجب أن ينظر الفكر التونسي للعالم من خلال تونس. يجب أن نستعيد تونسيتنا في داخل فكرنا، وهنا حربنا العقلية. يجب أن نتحرر من القيم السياسية الأجنبية، وأن نبني وأن نتبنى وأن نستنبط قيما سياسية تونسية، قيما اجتماعية تونسية، قيما مجتمعية تونسية. لتونس روح، لتونس أصالة، لتونس هوية، لتونس تاريخ، لتونس تراث. باهي ولا خايب؟ هذاك تونس، هذاك اللي نحن نستمد منه فكرنا، نستمد منه عقيدتنا، نستمد منه رؤيتنا، نستمد منه وجهتنا في هذا العالم. نحن نريد أن تكون تونس قوة، نريد أن تكون تونس عظمة، نريد من تونس أن تحقق الأمجاد، نريد من تونس أن تقود التاريخ، نريد من تونس أن تتصدر واجهة الأحداث في هذا العالم، نريد من تونس أن تحدد المصير. ولذا يجب أن تفتك تونس مصيرها من أيدي العالم، أن تفتك تونس عقلها من أيدي العالم. يجب أن يكون عقلها تونسيا. كي يكون العقل التونسي تونسيا فعلينا أن نخوض معركة الوعي التونسي، والوعي التونسي والوعي التاريخي. ولذا نحن نحاول ونجاهد في تونس حق جهادها بتغيير عقلية التوانسة. نحاول أن نتواصل مع التوانسة، وفي تواصلنا مع التوانسة نحكوا على التاريخ، ونحاول دائما وأبدا أنه نرجع للتاريخ التونسي. نريد إصلاح العلاقة بين التونسي والتاريخ، نريد تحقيق مصالحة تاريخية. صارت قطيعة كبيرة بين التونسي وبين تاريخ تونس، وعلى ذاك التونسي ضاع، وعلى ذاك تونس ضاعت، وعلى ذاك العقل التونسي ضاعت، وعلى ذاك السياسة في تونس داخل بعض. لأنه صارت قطيعة كبيرة ما بينات التاريخ التونسي وما بينات التوانسة. صارت قطيعة ما بين العقل التونسي والتاريخ التونسي، ولا العقل التونسي مليان بتواريخ أجنبية ماهوش فاهمها وما ينجمش يفهمها إلا ما يفهم تاريخ تونس قبل. نحن نريد إصلاح تلك العلاقة، نحن نريد مد الجسر ورأب الصدع وتغطية هذه القطيعة. الوعد اللي ما بين التونسي والتاريخ بتاع تونس نحن نحب نردموه تماما، نردوه أرض وردوه اثنين. نحب التونسي يتوحد مع تاريخه ويدرك تاريخه، يتوحد مع جغرافيته التونسي، يتوحد مع تراثه، يتوحد مع أصالته، يتوحد مع هويته. نحب التونسي يتعبى بتونس. بعد لا يتعبى التونسي بتونس ينجم يكون هناك أرضية بتاع وعي نتنظموا على أساسها ونتوحدوا عليها. ما نجموش نحققوا تنظم بدون وعي، ما نجموش نحققوا قيادة بدون وعي. هذه هي رؤيتنا. احنا في الحزب القومي التونسي نراو انه المعركة فيها 3 شروط او فيها 3 مستويات. المستوى الاول هو تغيير العقلية بتاع التونسي. تغيير عقلية التونسي ضروري للنجاح في المعركة. إذا لم نغير عقلية التونسي ولم نتونس عقلية التونسي فإنه النجاح في المعركة ذا باش يكون على جنب. وإذا تحقق النجاح سيكون صدفة، ولن يكون دائما، سيكون نجاحا زائلا وسريع الزوال، وفي الآخر باش يعاود المشروع ينجح من أول وجديد، باش يكون كل لحظة راحة على أكثر أقل. باش يكون ثم انتصار حاسم فإنه عقلية التونسي أولا لازم تتبدل. ثانيا سلوك التونسي لازم يتبدل. إذا ما تبدلش سلوك التونسي إنه عقلية فإنه ما يصيرش تغيير حقيقي. إذا التونسي قاعد سلوكه كما هو، سلوك التونسي حاليا ماهوش سلوك بتاع منتصر، هو سلوك بتاع منهزم او هارب من المعركه او مستهتر. سلوك التونسي لازم يتبدل. يجب ان يكون السلوك التونسي تونسيا. يجب ان يفكر التونسي قبل اي خطوه يعملها في شنو مصلحه تونس، في شنو مضره تونس. وقت اللي تونس تولي القاعده بتاع السلوك بتاع تونس، وقت اللي تونس يولي قاعده تولي المرجعيه بتاعه تونس، وقت اللي تونس قبل ما يعمل اي حاجه من اللي يخرج من الدار للي يروح في الليل كل خطوه يخطوها يكون حاسبها على اساس مقياس المصالح التونسيه والمضار التونسيه. وقت اللي تونس تولي هي اخلاق التونسي، وقت اللي تونس تولي هي وجهه التونسي في حياته، فانه تلك اللحظه برشا حاجات، فانه تلك اللحظه برشا انتصارات ستتحقق في الشارع. ناخذ مثال بسيط، معناها مثال بسيط حكايه الاستيطان. اللي يكروا للمستوطنين، اللي خدموا في المستوطنين واللي عاونوا في المستوطنين، لو كانت تونس هي دليلهم، لو كانت تونس هي مرجعيتهم، لو كانت تونس هي اخلاقهم الشخصيه، لو حطوا تونس في عينيهم، ولو في كل حاجه عملوها منظومه شافوا تونس، راهو ذاك ما صارش. راهو لم تتوفر الارضيه الاقتصاديه الاجتماعيه للمستوطنين باش يستقروا في تونس. مثلا كيف الامر يصير على الجمعيات الاجنبيه واللي يتعاملوا معها، والجمعيه والتمويلات الاجنبيه للجمعيات، كيف الامر يصير في الحياه السياسيه. لو كانت الاحزاب هذيك حاطه تونس في عينها راهي ما بعدش تونس. لو كانت النقابات هذيك حاطه تونس في عينها راهي ما دمرتش الاقتصاد. لو كانت الجمعيات هذيك حاطه تونس في عينها راهي ما خدتش فلوس من الخارج. لو كانوا المسؤولين السياسيين جونا بعد 2011 حطوا تونس في عينيهم راهم ما باعوش. نفس الحكايه الترجمه. لازم
العقلية تتغير والسلوك يتغير. إذا تغيرت العقلية وتغير السلوك فإنه الدولة ستتغير بشوية بشوية، لأنه النخب اللي تكون الدولة، لأنه النخب اللي تكون الإطارات، لأنه النخب اللي تعمل الأحزاب واللي تعمل جمعيات وتعمل نقابات واللي تعمل الإعلاميين ستتغير لأنها ستتونس. السطح بتاع الحياة السياسية العامة يبدأ يتغير وقت اللي العمق بتاعه يتغير. هكاك يصير، لازم يصير تغيير في العمق باش يصير تغيير في السطح. الجماعة اللي يلوجوا عن التغييرات السياسية مباشرة هم يحبوا تغييرات سطحية، احنا نحب تغيير في العمق. نحن نخدموا على التغيير في العمق. القومية التونسية تخدم على التغيير في العمق، الحزب القومي التونسي يخدم على التغيير في العمق. التغيير في العمق سيكون في ناحية الأفكار والعواطف والعقلية العامة التونسية، ومن بعد يترجم للسلوك، ومن بعد يصير تغيير مجتمعي وتغيير اجتماعي وتغيير اقتصادي وتغيير ثقافي، ومن بعد يصير تغيير سياسي. نحن مش ضد العمل السياسي المباشر، معناه الترشح للانتخابات والحكم، مش ضد، اما نعتبروه يجي من بعد. نحن مخططين للمعركة، مخططين للحرب، وقارين تاريخ تونس وعارفين كيف تخاض المعركة، ونحبوا التنظم ونحبوا الانتقائية ونحبوا الوعي والوعي قبل كل شيء. نحب وعي لأنه الوعي يبني صمود، لأنه الوعي يبني قوة التحمل، لأنه الوعي يبني الانضباط، لأنه الوعي يبني التنظم، لأنه الوعي نجم يطلع لك القادة الحقيقيين مش القادة المزيفين. القومية التونسية ما تحبش تفرفيش، الحزب القومي التونسي مش تفرفيش، وما نخضعوش للضغوط بتاع السب وش بكم عملتوش هكا وش بكم هكا وانتم مخاون وانتم كذا وانتم شنوكم، وكل اللغه اللي ديما تتقال لنا في المراسلات واللي يقولوا فيها جماعه اخرين يجوا يسبوا. ما تهمناش الحكايه هذيك، والضغوط هذيك ما تهمناش. احنا يهمنا الوعي والفهم، يهمنا الوعي على الاخر والفهم على الاخر. عندنا خطه نمشوا على اساسها، وعندنا ايمان يقودنا، نور الله اللي هو تونس هذاك هو اللي يقودنا. ولذا نحن ما يقلقناش الحكايه هذيك، اما ديما نحبوا نوضحوا. راهي معركتنا في الاول هي معركه عقليه، ومن بعد تولي معركه تاع سلوك. الحملات اللي نخوضوا فيها على الميدان هي تهدف الى تغيير العقليات. نحن نهدف الى تغيير العقليه التونسيه. نحن نجهز للمعركه والحرب اللي بتصير من بعد عبر تحضير الجيش الحقيقي. تو شنو هو الجيش الحقيقي؟ التونسي الواعي هو الجندي الحقيقي، الشعب التونسي الواعي هو الجيش. بدون هذا الوعي، بدون هذا الجيش لن ننتصر في المعركة حتى لو عملنا مليار قائد. والسلام على الأمة التونسية وعليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تونس، تحية الأمة التونسية العظيمة، تحية الأمة التونسية سيدة عظيمة ومقدسة. دامت تونس ودمتم معها في رعاية الله وحفظه.